أتمنى أن تكونوا في حال جيدة. في أول فيديو سوف نبدأ معكم بالدوري الإنجليزي. لدينا المباراة الأولى برينتفورد ضد ويست هام يونايتد. أنتم تعرفون برينتفورد في المركز التاسع، وأنه لم يفوز في 5 مباريات متتالية، 4 تعادلات وخسارة مع المان يونايتد. وفي هذه المباراة أصدقائي سوف نلعب خيارين: إما فوز برينتفورد أو التعادل، وفي المباراة الثانية لدينا نيوكاسل يونايتد وبرايتون الصعب. برايتون في المركز السادس، وأنتم تعرفون برايتون في الآونة الأخيرة ممتاز ويفوز. لذا في هذه المباراة سوف نلعب أيضا خيارين: إما برايتون يفوز أو التعادل لكلا الفريقين. وفي المباراة الثالثة لدينا وولفرهامبتون وساندرلاند. وولفرهامبتون الذي سوف يبطل الشامبيونشيب، وساندرلاند في المركز الثاني عشر ب46 نقطة، إذا سوف يحتاج ل3 نقاط. وولفرهامبتون في المركز الأخير ب17 نقطة. في هذه المباراة أصدقائي سوف نلعب ساندرلاند يفوز. في المباراة الرابعة لدينا أرسنال المتقدم في المركز الأول وفولهام. في هذه المباراة سوف نلعب أرسنال يفوز. وفي الدوري الفرنسي لدينا 4 مباريات، لدينا نونت ومارسيل. في هذه المباراة يا أصدقائي سوف نلعبها كلا الفريقين يسجل 1-1 2-2، المهم هو كلا الفريقين يسجل. في المباراة الثانية لدينا PSG ولوريان. PSG سوف نلعبها تفوز. في المباراة الثالثة لدينا ميدس وموناكو. موناكو في المركز السابع، وميدس في المركز الأخير الذي سوف ينزل إلى الدوري الثاني. في هذه المباراة سوف نلعب موناكو يفوز. في المباراة الرابعة لدينا نيس ولينس. في المركز الثاني ب63 نقطة، فارق 5 نقاط على باريس سان جيرمان. لذا سوف نلعب خيارين: إما فوز نيس وإما التعادل لكلا الفريقين. وفي البوندسليغا في الدوري الألماني سوف نلعب مباراة بايرن ميونخ. بايرن ميونخ يفوز. وفي المباراة الثانية لدينا باير ليفركوزن ولايبزيغ. لايبزيغ في المركز الثالث، وليفركوزن في المركز السادس، وباير ليفركوزن في ملعبه. لذا يا أصدقائي سوف نلعب كلا الفريقين يسجل. 1-1 2-2 أنتم تعرفون كلا الفريقين يسجل. وفي المباراة الثالثة لدينا يونيور برلين وإف سي كولن. يونيور برلين في المركز الثالث عشر، عليه الفوز ليزول من مرحلة الخطر. لذا سوف نلعب يا أصدقائي يونيور برلين يفوز. وفي الدوري الإسباني لدينا مباراة أوساسونا وبرشلونة. أنتم تعرفون لنقول الدوري الإسباني له هذا العام. إذا يا أصدقائي سوف نلعب كي لا نخاطر، سوف نلعب خيارين. أنتم تعرفون أوساسونا في ملعبه صعب جدا. إذا سوف نلعب خيارين: إما فوز برشلونة وإما التعادل لكلا الفريقين، 1-1 أو 2-1 أو 2-2. وفي المباراة الثانية من الدوري الإسباني لدينا فالنسيا وأتلتيكو مدريد. فالنسيا في المركز الثاني عشر، أتلتيكو مدريد في المركز الرابع، ولديه عودة نصف نهائي الشامبيونز ليغ مع أرسنال. لذا يا أصدقائي في هذه المباراة سوف نلعب أكثر من 2 أهداف، أكثر من هدف لكي لا نخاطر. سوف نلعب أكثر من هدفين. وأصدقائي ننتهي في هذا الفيديو، نلتقي في فيديو
قادمين إن شاء الله من توقعات يوم الأحد. ولا تنسوا زر اللايك والسبسكرايب ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء.